بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة. بص، عشان نكون على نور اهو. لازم يوم التلات تكسب. مفيش حاجة اسمها لا خسارة ولا تعادل. اللي شفناه امبارح انه يكسب في الاكسترا تايم يعني. مودرن بينافس على الهبوط، اللي هو اصلا الزمالك، يعني هو كسب الزمالك بس في الموسم ده. يجي الزمالك امبارح في كاس مصر يكسب في الدقيقة اعتقد 105 ولا 110 بعد اكسترا تايم حوار. ومودرن فريق مع احترامي ليهم يعني، بس انت مش هينفع كل ماتش نازل خايف. مش لعيبه يعني مثلا مش بقول لشخصيه الاهلي خالص في ماتشات الزمالك دي انك تنزل خايف، تنزل مرعوب. لا، انت تنزل تهاجم. كولر لازم يعني يشيل الحته دي شويه بقى، ولو حصل غير كده يمشي يا باشا. مش حد فوق الاهلي مبدئيا بس كده. فاللي مش قد المهمه يمشي. ماتشات كبيره دي اهم حاجه، سيبك الماتشات الصغيره دي خالص. ده انا هجيب كابتن سامي قمصان ولا اجيب الكابتن محمد محمد اسمه ايه يا ربي، محمد يوسف، ولا الكابتن مثلا محمد رمضان لو عايز يدرب ممكن يمسك الماتشات الصغيره دي يكسبها. الاهلي ممكن يكسب اي حد باي مدرب. يا جماعه ما فيهوش شويه. والمرع يعني الزمالك كسب بحوار تحكيم وظلم وبتاع للمودرن وحاجات حصلت كتير، بس يعني هما بيتكلموا ده علينا احنا، انما يجي عليهم هما. فين الظلم التحكيمي؟ يعني مش هتكلم فيها خالص، سيبك من دي. خلي بالك انت ماتش التلات اعتقد بتحكيم مصري، اعتقد كده، لان مرشح اعتقد طارق مجدي ومش عارف احمد الغندور ده باين وواحد كمان. ف ففي او اعتقد اسمه ايه ده، محمد عمر كمان موجود معاه، او امين عمر، لا امين عمر معلش. فدلوقتي انت عندك ثلاث حكام مصريين، احتمال واحد فيهم يتعين للماتش التالت باذن الله. فانت لازم فوز، ما ينفعش لازم بقى الرعونه الشديده اللي انت نازل بيها والحوار ده كله. انت اقول لك حاجه، عشان بس اقول لك على حوار الفرق الصغيره وبتاع. الله يمسيه بالخير كابتن عزيز عبد الشافي، كنا نقول له عندنا ماتش صور بكره قدام الزمالك، بيجي على طول يكسب، يقول لك عايزين حاجه تاني مني، انا كده اديت المهمه اللي عليا. اسهل حاجه والله. كابتن فتحي مبروك كان بيجي برضه بمهمه يعني مؤقته وبيأدي وبياخد دوري عادي جدا. انما اللي بيحصل ده ما ينفعش. ولا حاجه، اللعبه دي محتاجه تتلجم من مدرب، ومدرب مصري ومعروف. اعتقد حسام بدري يعني، لو انت حد موافق مع كلامي يبقى كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري حرفيا بيخلي اللعيبه ملتزمه، اللي هو ممكن يقعدك دكه ولو عايز تمشي امشي. هم زي الاجانب في الحته ديت يعني، بس كابتن حسام في الحته دي شديد شويه. كان بيقعد ساعات اللي هو الصفقه الجديده 6 شهور انسجام على الدكه. دي بس الحته اللعيبه اللي فيه، انما كتلجيم لعيبه وان هم يمشوا على اللي عارف انت الطريق الصحيح. هو كابتن حسام بدري ساعتها كان بيعملها زمان، وكان مع لعيبه كبار، كان عماد متعب، حسام غالي، كان ساعتها كان الجيل بقى العظيم، ابو تريكه، بركات، والجمعه مع حفظ الالقاب. لا كان جيل كبير ساعتها، كابتن حسام بدري هو اللي كان بيدرب. وكابتن محمد يوسف، عشان اقول لك بس، كابتن محمد يوسف يعني احتراما ليه، ده جاب لنا افريقيا. فانت متخيل ازاي؟ فعشان كده بقول ان كولر لازم يوم الثلاث لابدين عن الفوز. انا ما كسبتش الزمالك من 2023 اعتقد. فايه ده؟ ليه كده؟ فانا يعني ما كسبتوش في الدوري انت فاهم قصدي، في الدوري مش في انا لسه كسبه في اخر حاجه السوبر اعتقد، اللي هو السوبر المصري. فبقول لك دوري لازم تكسب، ولازم تلعب برجوله. اللعيبه ما تخافش، اللعيبه ما تخافش بسبب المدرب. يعني المدرب بيعوز منهم حاجات هم بيعملوها طبعا في الملعب. ما ينفعش مثلا مش ما يطوعوش المدرب، لا لازم يطوعوا المدرب طبعا. فانا مش عايز اللي هو الكسكاس اللي ورا ده. الكسكاس اللي ورا ده مش هينفع. لازم تهاجم الزمالك. والله العظيم فرقه فاضيه، يمين الله فرقه فاضيه دلوقتي. لازم تهاجم الزمالك 4 على الاقل، ده على الاقل على بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا متنرفز لان طبعا اللي بشوفه في ماتشات الزمالك قدام بتروجيت، قدام مثلا امبارح مودرن فيوتشر، قدام نادي زد. ايه بجد؟ احنا الاهلي مش عارف يكسب الزمالك في الفتره دي في الدوري ليه؟ وخليته ناصر منسي اللي هو خلاص بقى يعني جايزك متفائله بسبب ناصر منسي. انت متخيل دي؟ ناصر منسي موجود، طريقك مسدود معانا يا باشا.
انت فاهم قصدي ازاي؟ فما ينفعش كده، توصلتهم لدرجه من التشبع ان هم ممكن يكسبونا في اي وقت وفي اي لحظه وهم يرجعوا عليك. اللي هو بمعنى الاهلي في ماتشات، لو تفتكر ماتش فايلر، لما احنا كنا برضو كنا متعادلين باين ورجعوا عليك، او كنا كسبانين قصدي واحد ورجعوا عليك. وبرضو ماتش كولر يعني ما انت برضو كنت كسبان 1-0 ورجعوا عليك تعادلوا في السوبر الافريقي اعتقد كده. احنا كنا كاسبين الجول الاول وبعد كده هم جابوا عليك التعادل في الدقيقه 76 بناصر منسي. والماتش اللي فات برضه انت كنت كسبان ورجعوا عليك تاني في الدقيقه 85 وافتقدنا حته صغيره هقول لك عليها. جم رجعوا عليك برضه، ناصر منسي استلم كوره ادى لعمر جابر، عمر جابر ده البنتايج حط الجول التعادل. وانا كنت حاضر في الماتش ده ساعتها، الماتش اللي فات. وخلي بالك انا المدرج هناك والله العظيم حاجه مؤذيه، المدرج هناك حاجه مؤذيه، حاجه صعبه جدا. يعني انا اقول للناس اللي رايحه اللي حجزت خلاص يعني تمام، اللي ما حجزتش انت يا ابني والله العظيم في نعمه، اتفرج على التلفزيون اتش دي والله. واللي عادت تعادلك يعني لا تعادلك 3 4 مرات وقاعد في البيت وحاطط فشارك وقطايفك وكنافتك وكل حاجه واقعد اتفرج يا باشا واستمتع. انما حرفيا هناك المدرج مؤذي نفسيا، يعني حرفيا مؤذي نفسيا. لما انا رحت ساعتها انا كنت متوقع حاجه كبيره، انا شفت حاجه صعبه جدا، تشجيع عارف انت حاجه وحاجه. يعني ممكن مجموعه تلاقيهم فاكر عارف الافارقه لما يكونوا خسرانين كسبانين بيقعدوا يتنططوا ويرقصوا، اهو ده بالظبط. مجموعه قاعده تتنطط وترقص تغني براحتها، مجموعه التانيه هي بص مفيش غير اغنيه واحده اللي بيجتمعوا عليها كلهم اللي هي متالتة شمال، بس دي كلها بتتغنى في نفس واحد. غير كده انت ممكن تلاقي واحد بيشجع تاني لا 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 لا، وانت مش عارف تاني بيقول ايه في التالتة شمال بالنز جبال، والتاني بيقول برضه حته تانيه من اغنيه تانيه فده ما ينفعش. فعشان كده بقول الماتش الجاي باذن الله تنزل تهاجم زي ما عملت مع الماتش اللي فات بالظبط. الماتش اللي فات انت كسبت على طلائع الجيش، انت نزلت طلائع الجيش هو بيدافع طبعا، نزلت هجمت ونزلت ضيعت فرص كتيره. الفرص دي قدام الزمالك والله تطلع كسبان سكور 4-5 وممكن تعيد الستة تاني، وليه لا؟ ادي براحتك يا باشا، انت الاهلي، انت عارف يعني ايه الاهلي؟ انت اكبر واحد معاك بطولات، اكتر نادي معاك بطولات، اكتر نادي عنده شخصيه، راح كاس العالم انديه، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه وسط الناس اللي هناك دي كلها؟ ده كان كده وفي الدوري قدام زمالك، امال لما تروح تقابل بالميراس ولا بورتو ولا انتر ميامي، ده انتر ميامي لو على كده ممكن تعبينا، ده ميسي لوحده ممكن ياخد طقم الدفاع عندنا ده ويشيله ويجري بيه. انت عندك باذن الله لازم ماتش الثلاث ده تبدا بتشكيله كويسه مش تشكيله دفاعيه. ابدا يا عم، ابدا وسام وجراديشار مفيش مشكله، اعمل 4-4-2 بحط بن شرقي وحط يعني للاسف حسين الشحات وحط مروان عطيه وحط السوليه عشان السوليه يحرك لك الدنيا، احمد رضا لسه، وحط مصطفى العش وياسر ابراهيم لو جاهز حطه. يعني بقول لك حط شويه لعيبه رجوله شويه، حط مثلا هاني او يعني وكريم الدبيس. انا كنت بتمنى معلول والله، يعني ياما نفسي الاقي معلول في ماتش زي ده، قسما بالله معلول هيعمل حته جبهه وبن شرقي حاجه تخليك ترجع تاني ايام زمان. ايه الجمال ده، اجايو ومعلول كده، يعني هو ده اللي بتمناه باذن الله من الثلاث يحصل. ما تكلمنيش بقى عن الحكتكه والفكتكه والفكسكه بتاعت في الكولر ساعتها بقى لما يبدا تشكيله غلط. ما حدش يتكلم في الحوار ده، ما حدش يقول كولر ده مدرب جامد ومدرب فشيخ. يا عم انا معاك ان هو مدرب جاب لنا بطولات، بس اي واحد يجيب بطولات، ده النادي الاهلي. بقول لك انا كابتن محمد يوسف كان بيجي يجيب بطولات عادي، هو مدرب مصري مع احتراما ليه. فدلوقتي اي مدرب بيجي يمسك الاهلي بياخد بطولات عادي جدا خالص. يعني مارتن يول يعني كان مدرب عالمي وبتاع، بس يعني كميته في افريقيا كانتش ماشيه مع النادي الاهلي، وفي الدوري كان مكتسح. عشان كده هو مشي ساعتها، لان طبعا افريقيا كانت اهم حاجه بالنسبه لنا ساعتها، الدوري خلاص انت معانا دوري كتير يعني. فدلوقتي انت مطالب بالفوز علشان انت باذن الله عندك توقف دولي، وعندك اعتقد كاس العاصمه الاداريه اللي هتلعب بالناشئين والبدله.
فانا شايف ان قبل التوقف الدولي لازم تعمل ماتش كويس، علشان انت عندك بعديها ماتش الهلال في افريقيا، بعد كده بيراميدز، فانت داخل في معمعه، داخل في معمعه. فانا بتمنى باذن الله اللعيبه تنزل على قلب رجل واحد، تأدي اللي عليها، المدرب ما يكونش جبان، نكسب باذن الله ونكسب سكور على اللي انا بقول لك شفته في ماتش امبارح. ده مودرن فيوتشر عبد الحق بن شيخه، هو ده المدرب اللي كان بيلعبك باتحاد العاصمه في ماتش السوبر الافريقي انت خسرت 1-0 برضه. فاهم قصدي ازاي؟ اعتقد كان تعادل ولعبت ضربات جزاء وخسرت. عبد الحق بن شيخه اللي هو ماسك في مودرن فيوتشر عمل عليهم حته ماتش امبارح جامد جدا. فانت المدرب، عشان كل اقول لك المدرب هو اللي بيفرق في الحوار ده، اللي عنده تكتيك هو اللي هيعرف يفرق يكسب الماتش ده، وممكن يركب الماتش كله باللعيبه بالمدرب، ان هو يبقى هو اللي ضاغط، هو المستحوذ، هو اللي رايح بالهجمات الخطيره ومنظم دفاعيا. فباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، باذن الله بالثلاث يفرحونا بالمكسب وبالثلاثه بونت، وباذن الله تبقى دي بدايه انطلاق يعني للبطولات باذن الله، عشان عندك زي ما بقول لك افريقيا وهتحضر كاس العالم انديه. فباذن الله كل التوفيق للرجاله يوم الثلاث باذن الله. كده كنت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم على خير باذن الله. سلام.